اهلا بيكم. النهارده الموضوع مختلف تماما، لان موضوع النهارده احنا ملناش علاقه بيه بنسبه كبيره جدا. والحقيقه انا عايز اقدم كل الشكر والتقدير والامتنان للدكتوره زينب، لان كل الاختبارات اللي حضراتكم هتشوفوها والفكره هي اللي عاملاها. الدكتوره زينب احد العملاء المهمين لينا، حبت ان هي تتاكد بنفسها ان المنتج بتاع السيلر بتاعنا، وخاصة السيلر الاتش بي 1000، لان احنا طبعا عارفين ان السيلر في منه اتش بي 1000 وفي منه اتش بي 500 وفي منه اتش بي 1500 وهكذا. فهي حبت تتأكد ان الاتش بي 1000 فعلا منتج يقدر يمنع البقع، وبالتالي عملت بعض التجارب اللي هنشوفها مع بعض. يلا بينا نشوف التجارب اللي قامت بيها مشكورة الدكتورة زينب. أول تجربة هي جابت قطعة الرخام، عينة صغيرة، اللي حبت تتأكد إنها بعد ما هنحط عليها السيلر الاتش بي 1000 هتكون معزولة. جابت قطعة سيلوتيب وقسمت القطعة بتاعة الرخام لجزئين، خلت فيه جزء هو اللي هيتعزل وجزء هيكون من غير عزل، وهتبتدي تعمل عليها الاختبارات زي ما هنشوف مع بعض. يلا بينا. الاختبار الاول، هي حطت على النص المعزول كاتشب، وعلى النص الثاني الغير المعزول برضو كاتشب، وسابته لفترة. حطت الاختبار اللي بعديه انها حطت قهوة على النص المعزول وحطت قهوة على النص غير المعزول. احنا عارفين ان المية في خامات كتير بتشرب المية وبتعمل بقعة، برضو حطت على النص المعزول مية وعلى النص الغير معزول مية زي ما احنا شايفين مع بعض كده. الاختبار اللي بعد كده جابت زيت وحطت على النص المعزول زي ما احنا شايفين زيت، وحطت على النص الغير معزول زيت. سابت الكلام ده من فترة طويلة، وبعد كده جت وابتدت تشوف الآثار ما بين الجزء المعزول والجزء غير المعزول. هيتضح معانا زي ما هنشوف دلوقتي الآتي. هنا الدكتورة هتبين وتشاور على الناحية المعزولة والناحية الغير معزولة. هنشوف البقع واضحة قوي في الجزء اللي ما كانش واخد العزل، وهنلاقي الدكتورة هنا بتشاور. أما في الجزء اللي هو معزول فنسبة النجاح تخطت 98%، يا دوبك هي نقطة بسيطة خالص. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير وربنا يحفظكم من كل شر. سلام عليكم.